الفترة المفتوحة لسماع صوت السودان يوميا. الإشراف العام والمتابعة حذيفة بن معيسى. الأحباب مستمعينا في كل مكان، مرحبا بكم في سلسلة حلقات برنامج على خفيف على سمعنا صوتك سودان كل الشباب. برنامج على خفيف برنامج توثيقي يوثق لكل الشخصيات الفنية التي قدمت للأغنية السودانية والفن السوداني عموما. إذن على خفيف يحييكم في الإشراف العام والتنسيق الأستاذة انتصار حسن باب الله والأستاذ حذيفة آدم عيسى، وفي الإعداد والتقديم سالم إبراهيم. وقبل ما نتعرف بضيف اليوم نمشي الكنترول نسمع مادة ونجي راجعين. كأنك يا وطن مجبور على الوجع ونكيح الهم، كأنك بين عصور ودهور مقسم بين وجود وعدم. برغم الجراح التحية إلى وطننا السودان الحبيب، التحية لكل شعراء وفنانين ومبدعي بلادي الذين قدموا إلى الأغنية السودانية وكانوا إضافة حقيقية للأغنية السودانية من خلال إبداعاتهم ومن خلال وجودهم في سجل الأغنية السودانية الخالصة التي ظلت وهي متوارثة ومتواجدة عبر كل الأزمان، تتناقل من جيل إلى جيل. وأنا بعيد في حلقة الليلة حقيقة كنت تايه وحيران إنه أبدأ كيف، خايف أبدأ من ذات الشجون، أقوم أسرح في الجريدة وأبكي من بكرة بتتعلم من الأيام. ففي النهاية قلنا ما ممكن تسافر. وكأن السودان ما كفاه كل الفقد في الحرب، فقد حتى أيقونته وفنه محمد الأمين. ما ممكن تسافر. ود الأمين بيعتبر واحد من أكثر الفنانين اللي أثروا على الأغنية السودانية الحديثة. سر تأثيره بكون في امتلاكه في قدرات صوتية وتلحينية، وده اللي خلى مساهمته في تطوير وانتشار الفن السوداني جوا وبرا مختلفة عن أي فنان تاني. ودائما وأبدا اللحن مهم جدا أن يكون له علاقة بالكلمات ويعمقها. ورغم الألم الصاحب خبر رحيله، إلا إنه توقيت الحدث ضاعف الألم بالنسبة للسودانيين أكيد، لأنه كان أساس ذكريات كثيرة صنع عليهم في أماكن زي نادي الضباط والمسرح القومي وغيرهم من معالم السودان الحرمتهم الحرب منها. كثيرين كانوا رابطين فكرة الرجعة لوطنهم بشوفة ود الأمين بيغني على المسرح مرة تانية. كثير من الغناء لهذا الوطن الحبيب واجب في تقديري أنا. غير إنه كمان من أوائل الفنانين الذين تغنوا بالثورة، من تغني ونحن في أثرك، ترجف وإنت في غصرك، للمتاريث التي شيدتها في ليالي الثورة الحمراء.
بقدر إنه رحيله مؤلم، بقدر ما قد يلقوا محبينه عزائهم في عظمة الإرث الفني السابو وراه. مبدأ الحرية أول، الحرية أول، لا بتفرطوا في الأمانة، لم يهون كل شهيد روح بتنادي، أبقوا 10 على المبادئ. والله لا يجدي البكاء والحزن يكفينا، والأوتار من بعدك ستبكي كثيرا، من أين لنا أن نأتي بباشكاتب بعدك. توفي يوم الاثنين 13 من نوفمبر سنة 2023 بولاية فرجينا بالولايات المتحدة بعد تدهور حالته الصحية. رحم الله الموسيقار الباشكاتب محمد الأمين. بكرة الريت بدون مواعيد بزورك يا حياة عمري، تقول يا ريت لو حبيت زمان بدري، تعال فرح ليالينا، تعال قبل السنين تجري. أخيرا نشكر كل الشعراء والفنانين الذين وثقوا للأغنية السودانية وحافظوا عليها. إذن في الختام هي تحيانا الأستاذة انتصار حسن باب الله والأستاذ حذيفة آدم عيسى في الإشراف العام، وخالص تحياي سالم إبراهيم في الإعداد والتقديم. إلى اللقاء في توثيق آخر.